مين فينا بقى ما بيفطرش فول؟ تعالى اقول لك على طريقة فول هتخليكي مش قادرة اقول لك تدمني كده الفول. حاجة كده عسل. يلا بقى تعالي نعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. هنعمل مع بعض فول بالطماطم، حاجة كده قمر قمر. ده فول وطماطم وفلفل وتوم، تمام، ومعلقة صلصة بقى عشان نعزز اللون. إيه، اول حاجة هحمر التوم، هديله كده تشويحة بس مش هياخد لون يعني. تشويحة بس كده في معلقتين زيت. وهنزل عليهم بقى بعصير الطماطم، وهاكون ضاربة مع الطماطم فلفل حامي وفلفل بارد الاتنين مع بعض، وهحط معلقة صلصة. وهسيب بقى الحاجات دي كده كويس تتسبك كده، يعني مش تسبيكة جامدة قوي، يعني تبقى فيها تبقى سايبة شوية فيها مية. وبعد كده بقى هنزل عليها بملح وكمون وكزبرة ناشفة. هقلب بقى الحاجات دي كلها كويس، واروح بقى نازلة عليهم بالفول واسيبهم بقى على النار هادية كده. مش قادرة اقول لكم بيبقى طعم الفول خطير. جربوها، الطريقة دي حلوة قوي قوي قوي. ولو مش بتحبي طعم الثوم ممكن تبدليه تحطي بصل. حلوة أوي الطريقة دي وجميلة جدًا، جدًا، جربوها تعجبكم أوي. هنا بقى كنت خلاص أنا سِبته بقى على البوتاجاز، هاوطّي عليه واسيبه بقى شوية، وهيطلع شكله في الآخر خطير جدًا، جدًا. جربوه هيبقى حلو أوي. يا سلام بقى كده مع طبق الفول بقى مع شوية مخلل لفت كده بقى من اللي عملناهم مع بعض. حاجة كده قمر، قمر. جربوه إن شاء الله يعجبكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.